السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم فيديو جديد من قناة المدرسة الصغيرة. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية السنة الثالثة متوسط. دون إطالة ننتقل إلى السند. تعد فلسطين قبلة السائحين الأولى، إذ تزخر بمقومات الجذب السياحي لا سيما السياحة الدينية، فهي مهد الرسالات السماوية الثلاث، ومهبط الأفئدة المؤمنة، ومسعد زفرات القلوب الخاشعة، فأهلها لا يجاريهم أحد بكرمهم وحسن استقبالهم، فما بدلت السنون لهم عادة وما محت لهم أصالة. فالقدس عاصمة فلسطين، فيها خير مظهر للسياحة الدينية، فقلوب المسلمين في العالم تتعلق بمسجدها الأقصى وصخرتها المشرفة ففيها تتناغم أصوات العبادة، ويعجبك مشهد العلاقة والقدم في مآذنها وقبابها وأسوارها وأحجارها. وهناك يلتقط السائحون لهم صورا ويشترون مقتنيات تذكرهم بها، ويتجولون منبهرين بحضارتها وثقافتها وفنها المعماري الأصيل. أمام كل ذلك تبقى القدس باسطة ذراعين من أمل، ناشرة جناحين من رجاء لوقفة مع الحق والإنصاف، تعيد لها كنزها المسلوب لتؤدي أكثر فاعلية للسياحة الدينية. هيا بنا ننقل عدسة المشاهدة إلى مدينة بيت لحم لنشاهد المظهر الديني. ففي موسم الأعياد ترتدي المدينة حلة من الأنوار تستهوي السائحين، وتنتشر الهدايا والتحف والمنسوجات اليدوية على أرصفتها إلى جانب مدن الشريط الساحلي يافا حيفا وغزة. ترسم لوحات الجمال على شواطئها مطلة على البحر من مساجدها. أينما تتجه في فلسطين تجد مسحة من جمال ممزوجة بالدم والإيمان، فهي أرض تفوح قداسة غنية بأماكنها السياحية التي لم تنل منها أتربة الزمن والمحتل الذي تلطخت يده بالدم. كما أن فلسطين عزيزة بأهلها الصامدين الذين يقفون في وجه كل من يحاول تغييب مصدر إشعاعها الحضاري. التأليف كتاب اللغة العربية، فريق وزارة التربية والتعليم لدولة فلسطين، صفحة 14، الطبعة 2 2020. الوضعية الأولى تقول: اقترح عنوانا مناسبا للسند. 2. استخرج من السند مظهرين من مظاهر السياحة الدينية في القدس. اشرح بالمرادف كلمة منبهرين، ثم وظفها في جملة مفيدة من إنشائك. 4. هات ضد كلمة قابضة من السند. 5. ضع فكرة أساسية للفقرة الثالثة، يعني الفقرة ما قبل الأخيرة. الوضعية الثانية تقول: أعرب ما تحته خط جناحين لنشاهد. 2. صنف الكلمات الآتية حسب الجدول: كريم، مستخدم، غشاش، أشقر، سميع، ناشر. اسم فاعل، صيغة مبالغة، صفة مشبهة. عبر عن معنى الجملة الآتية باسم فعل أمر مناسب: يسكت المصلي إذا صعد الإمام إلى المنبر. 4. ابحث في الفقرة الأولى عن محسن بديعي معنوي ثم بين نوعه. 5. استخرج من الفقرة الثالثة أسلوبا إنشائيا ثم بين نوعه وصيغته. 6. سمي الصورتين البيانيتين الآتيتين: القدس باسطة ذراعيها، تلطخت يده بالدم. 7. أبرز النمط الغالب على الفقرة الأولى ثم أذكر مؤشرا له مع التمثيل. إذا نحن وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإذا عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس.